بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لقناة ترفاية TV على مجهوداتها القيمة لتتبع ونقل مستجدات الأنشطة والأحداث ومجريات مدينة طرفاية. بالنسبة ليوم أمس أقام نادي القدس للثقافة والفنون حفلا ختاميا بمناسبة نهاية السنة، وهذا النشاط الأخير يأتي في سياقات متعددة قلصت من عدد الأنشطة في المؤسسة نظرا للظروف التي كانت تمر بها هذه الإحداثية الجديدة من غياب الوسائل اللوجستيكية. بالنسبة لهذا النشاط رغم طابعه البسيط إلا أنه يأتي في لتكريس منطق التغذية الراجعة التي تبتغي تثمين مجهودات المتعلمين وتشجيعهم وتحفيزهم للمضي قدما والاحتفال بهم ومعهم في جو أخوي تغيب فيه المواقع، حيث لم نكن أساتذة ومتعلمين وإنما أعضاء لنادي القدس للثقافة والفنون الذي سطر منذ بدايته على قضية أساسية، وهي القضية الفلسطينية التي اشتغل عليها منذ النشأة. في هذا الإطار لا يسعني إلا أن أتمنى حظا موفقا لطلبة الأقسام الإجهادية، خصوصا تلاميذ البكالوريا، متمنين لهم حظا موفقا، نجاح إن شاء الله.